ينتظر نادي الزمالك العديد من المباريات القوية والهامة خلال شهر نوفمبر الحالي. يذكر أن فريق الزمالك نجح في الفوز في الجولة الأولي من الدوري بثلاثية مقابل هدفين على فريق البنك الأهلي أول أمس، ويستعد لمواجهة فريق نادي سموحة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. وعقب مباراة سموحة يخوض فريق نادي الزمالك مواجهة أمام فريق المصري في الجولة الثالثة من الدوري يوم الجمعة 23 من نوفمبر، بينما يفتتح مشوار دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الخميس 28 من نوفمبر الحالي في القاهرة أمام فريق بلاك بولز الموزمبيقي، حيث تضم مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب الفريق الموزمبيقي كل من أنيمبا النيجيري والمصري البورسعيدي. استمرار رغبة إدارة النادي في التعاقد